السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل القراقيش في صاج مره واحده. ولا بقى هنقعد بقى نشكل بالواحده ونقطع ونعمل؟ لا، هنعمله بسرعه جدا ومقرمش وطعمه حلو جدا. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله ونبتدي. معايا 4 كوبايات دقيق منخول جميع الاستخدامات، ومعايا كوباية سمنة على زيت، يعني حاطة نصها سمنة ونصها زيت. ومعايا كوباية مية تكون دافية، ومعلقتين كبار سمسم. وممكن تحطي معلقة صغيرة ينسون، دي اختياري. ورشة ملح، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقتين كبار سكر. اول حاجه كده هجيب بوله صغيره واحط فيها ربع كوبايه ميه، واحط عليها معلقه الخميره ومعلقتين السكر، واقلبهم كده مع بعض، واسيبهم بقى كده على جنب لغايه بقى ما يتفاعلوا. لما الاقيهم بقى فيهم الفقاعات، عملوا فقاعات، اضمن ان الخميره بتاعتي تكون حلوه. وهاخد بقى البولة بتاعت الدقيق واحط معاها المعلقتين السمسم والمعلقة بتاعت اليانسون، وممكن تحطي شمر، اي حاجة تحبي تحطيها من طعمها. واليانسون نحمصه كده شوية على النار عشان نحس بطعمه وبريحة في القراقيش بتاعتنا. واحط معاهم رشة الملح، وابتدي بقى اقلب كده كله مع بعض علشان كله يتجانس مع بعض. بعد كده اروح حاطة كوباية السمنة والزيت. على فكرة الزيت بيخلي القراقيش بتبقى مقرمشة كده وحلوة جدا، والسمنة بتديها نعومة، علشان كده حطيت سمنة وزيت. انت ممكن تحطي زيت لوحده وممكن تحطي سمنة لوحدها، بس الأفضل سمنة على زيت. ابتدي بقى اقلب الخليط ده مع بعضه، هسيب بقى المعلقه واعجن بايدي. افضل اعجن كده كويس قوي. وكمان لو تبسي زي العجين، شايفه ايه؟ تبسي يعني تحطي العجينه ما بين ايديكي وتبسيها. الحركه دي بتخلي العجينه بتبقى ناعمه وحلوه جدا. تيجي تاكلي القراقيش تلاقيها ناعمه ببقك وبتقرمش في نفس الوقت. افضل كده اعجن فيها وابسها. بعد كده بقى لما تشرب السمنه والزيت كله والاقيهم اتجانسوا مع بعض، ابتدي بقى احط الخميره بتاعتنا. الخميره عامله فقاعات يعني مظبوطه، وانا اصلا ضامنه الخميره من الاول، بس قلت اعملها قدامكم. حطيت كده الخميره، وافضل بقى دلوقتي بقى مش هعجن، انا عجنت قبل ما احط الميه. بعد ما احط الميه ما نعجنش عشان ما تبقاش ناشفه وتعضم معانا. لا، احنا بنبتدي نلم العجينه، وكل لما تحتاج ميه حطي شويه. انا اخدت مني تقريبا كوبايه الا ربع ميه. بعد ما عجنتها كويسه وشايفين العجينه عامله ازاي، هروح اسمها على كورتين واغطيها واسيبها بقى على جنب لمده ربع ساعه كده. وهجيب بقى نص كيلو عجوه، واحط عليها معلقتين سمسم ومعلقه سمنه علشان تطريها وما تنشفش معاكي في الفرن. وادعكهم كده مع بعض، اعملها زي العجينه. بعد كده هجيب كيس تلاجة وافردها بالمردنه عشان تسهل عليا لما اجي احطها في الصينيه. افردها بعد ما فردتها كده بسمك يكون رفيع شويه، اروح لفيها بالكيس عشان ما تلزقش في بعض، وهحطها بقى على جنب. واجيب بقى الصاج بتاعي دهناه شويه زيت، حاجه بسيطه. وهجيب الجزء الاولاني او الكره الاولانيه من العجين، وهفردها كده في الصينيه. افردها كده، ايوه، افرد الصاج كله بايديا واحاول اساوي. بعد ما افردها كلها في الصاج، اروح بقى جايبه المردنه علشان اضمن ان كلها تبقى سوا واحد. امرر كده بالمردنه عشان كلها تبقى سوا واحد. شايفين؟ بعد كده هروح جايبه بقى العجوه بتاعتنا، هنزلها عليها بالراحه واساوي. لو اتكسرت العجوه معايا مفيش اي مشكله خالص. اساوي كده بقى العجوه كده تمام، حلو جدا برضو، وامرر عليها بالمردنه عشان تبقى كلها سوا واحد. بعد كده بقى الكرة التانية بتاعت العجين هفردها برضو على كيس تلاجة، واخليها سوا واحد بالمردنه كده، افردها كويس قوي تبقى سوا واحد. اروح حطها بقى فوق العجوه بتاعتنا، برضو افردها كويس وامرر عليها بالمردنه. وهجيب بقى شويه سمسم واروح رشاهم فوق العجينه بالمردنه كده، امرر عليها علشان السمسم يمسك في العجينه كده كويس قوي تمام. بعد كده هروح جايبه السكينه واروح مقطعه صوابع، ولازم تقطعيها الاول، مش هتعرفي تقطعيها بعد كده هتتفرفت منك. قطعيها كده صوابع رفيعه تخينه قصيره تخينه زي ما انت عايزه. طبعا واحنا شغالين كده مشغله الفرن على درجه حراره 180، هدخلها الفرن مش هتقعد معانا وقت.
وعلى فكرة الصاج اللي انا عاملة فيه الكمية دي 25 في 35، وطلعت معايا سمكها حلو جدا. القراقيش طلعت من الفرن وما شاء الله عليها، واخده اللون الذهبي، والريحه بقى ما اقولكوش. كل اللي يدخل من الباب يقول ايه الريحه الحلوه دي، انت عامله ايه؟ ريحتها وطعمها حلو جدا. وشايفين بقى، اسيبها لما ترتاح شويه وهروح مطلعوها. طبعا انا بقى ما صبرتش، وهي سخنه ما بصبرش، وهي سخنه كده بروح مسلكاها كده واروح مطلعها. الله على الجمال، شايفين سمكها حلو جدا وطعمها تحفه. بقول لكم كل اللي يدخل من الباب يقول ايه الريحه الحلوه دي، واكلوها وعجبتهم جدا. ناعمه بقى في البق وبتقرمش، تحفه. جربوا الطريقه دي وسهلوا على نفسكم، اعملوا قراقيش الصاج، مش هتاخد منكم ربع ساعه. بس اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.